الفنان الكبير صباح عبيد غض انفر للدراما السورية، وحضر جنازته فنان واحد فقط، ومعلومات صادمة عنه ستسمعها لأول مرة، فتابعوا معنا. لم يحضر التشييع سوى عدد من أصدقاء وأقرباء الفنان، ووسط غياب تام لجميع الفنانين وكل مسؤولي الدولة الذين كان الفنان صباح عبيد واحدا منهم كنائب سابق في البرلمان السوري. وسجل حضور فنان واحد فقط هو الممثل فاضل الوفائي، وأكد عدم استغرابه لغياب الفنانين عن وداع زميلهم، لأنه يدرك أن الفنانين عديمي الوفاء في الوسط الفني. صباح عبيد فنان وممثل سوري قدير، يعد من أبرز نجوم الدراما السورية، شارك في عدد كبير من المسلسلات التاريخية والدرامية. أطلق عليه لقب غضنفر الدراما السورية بسبب أدائه لدور الغضنفر في مسلسل البركان. ولد الفنان صباح عبيد في 14 من نيسان أبريل لعام 1950 في مدينة حلب السورية. بدأ التمثيل في سن مبكرة، فبدأ في العام 1960 يعمل في الجمعية السورية العربية المتحدة للأدب والفنون، وخلال تلك الفترة نال المركز الأول في مسرحية المواهب، وذلك نظرا لموهبته التمثيلية الكبيرة التي يتمتع فيها الفنان صباح عبيد، ليبدأ بعد ذلك رحلته في عالم الدراما السورية، وليصبح واحدا من أبرز نجوم الثمانينيات. وتزامن ذلك العام مع تأسيس التلفزيون السوري، فبدأت مسلسلات الدراما بالإنتاج الحكومي، ليحصل صباح عبيد في أول 3 سنوات على 4 شخصيات أداها لشبان يافعين يدرون في تلك الفترة في فلك الكبار. وبتجسيده لتلك الأدوار أعلن صباح نفسه ممثلا، وعمل جاهدا لدراسته التمثيل أكاديميا، لكنه خانه في تلك الفترة عدم وجود معهد عالي للفنون المسرحية يخرج ممثلين كما يحصل منذ 30 عاما في سوريا. بعد ذلك أتاح له الأستاذ عبد الفتاح رواس قلعجي الدخول إلى عالم المسرح، وأعطاه الفرصة الكافية لإثبات نفسه، ولم يضع عبيد الفرصة، وأثبت نفسه كنجم صاعد شاب. تميز صباح عبيد بقدرته على أداء كافة الأنواع الدرامية، فبالرغم من الكوميديا وشارك في عدد من الأعمال التراجيدية والاجتماعية وحتى التاريخية، لكن نجاحه الأكبر كان في الأعمال التاريخية، حيث شارك في الجوارح والكواسر والبركان، وتألق فيها بشكل كبير. شغل الفنان صباح عبيد خلال حياته عددا من المناصب، من أبرزها نقيب الفنانين السوريين في الفترة ما بين عامي 2006 و2008. وخلال هذه الفترة أصدر قرارا منع بموجبه كل من هيفاء وهبي وإليسا وروبي من إقامة الحفلات في سوريا، وقال أنهم يسيئون للفن العربي. قيل هذا النجم في العام 2008 من منصبه كنقيب للفنانين السوريين بشكل مفاجئ وغريب. نجح عبيد في دخول مجلس الشعب في دورته الممتدة من عام 2008 إلى 2012 بعد نجاحه بالانتخابات. نال صباح عبيد خلال مسيرته عددا من الجوائز، من أبرزها براءة وتقدير مع الميدالية الفضية في العام 1985، براءة تقدير مع الميدالية الذهبية في التسعينيات، وفي العام 2008 تم تكريمه في مدينة العين الإماراتية عن مسيرته الفنية. وظل الفنان صباح عبيد يعيش في سوريا على الرغم من الحرب والضروس فيها، حتى وفاته المنية في 23 من شباط فبراير لعام 2013 إثر جلطة دماغية مفاجئة. ليرحل عن دنيانا غضنفر الدراما السورية عن عمر يناهز 63 عاما، تاركا خلفه إرثا كبيرا من الأعمال الدرامية التي ستخلد اسمه كواحد من أبرز نجوم الدراما السورية.
أثناء الخدمة العسكرية التي قضى معظمها صباح عبيد في الساحل السوري في البحرية السورية فترة حرب تشرين 1973، أصيب عدة مرات في قصف مصفاة بنياس للنفط. بداية عبيد الفنية كانت من خلال خشبة المسرح الطلابي، وشارك في مسابقة في مسرح المواهب وفاز بالمركز الأول. دخل عالم المسرح بإشراف الأستاذ عبد الفتاح رواس قلعجي، وشارك في عدد من المسرحيات الهامة مثل مسرحيتي الناصر صلاح الدين والطحالب والممر. انتسب عبيد لنقابة الفنانين عام 1975 بتشجيع من الفنانين أحمد حداد وأحمد نهاد الفرة، ثم أصبح عضوا دائما في نقابة الفنانين بعد فترة التمرين. في الشهر الثامن من عام 1978 استلم الفنان صباح عبيد منصب مدير مقر نقابة الفنانين المركزية في الجمهورية العربية السورية لمدة 6 سنوات. كان عضو مجلس مركزي ورئيسا لمكتب الثقافة والإعلام لمدة 4 سنوات بدءا من العام 1994. شارك عبيد في أغنيتين مع عدد من نجوم الوطن العربي، الأولى عام 2006 بعد حادثة اغتيال الحريري، والثاني عام 2008 احتفالا بيوم الثقافة في سوريا. عام 2006 أصبح عبيد مديرا لنقابة الفنانين السوريين، وأصدر جملة من القرارات الجريئة، حيث منع الفنانات لسه هيفاء وهبي وروبي من الغناء في سوريا. شغل مقعدا في مجلس الشعب من عام 2007، وفي عام 2012 عاد وترشح لانتخابات المجلس لكنه خسر. صباح عبيد مع سحر فوزي في أحد المشاهد. صباح عبيد يثير الجدل حتى بعد وفاته بتصريحات نارية. شغل صباح عبيد منصب نقيب الفنانين السوريين العامين ونصف العام، بدأت منها عام 2006 وانتهت عام 2008، وقيل أنه أجبر على الاستقالة بعد تعرضه لضغوط شديدة.